رسالة لكابتن علاء صادق: بلاش تطبل وتسقف وتساعد إدارة فاشلة وتلتمس العذر وتقول إن في مؤامرة كونية على النادي الأهلي. للأسف هي مش مؤامرة كونية على الأهلي بقدر ما هو استهتار إدارة النادي الأهلي بالجمهور. تقدر تقول لي يا كابتن علاء صادق بالعقل وبالأصول وبالتفاهم، النادي الأهلي جاب لعيب من كام سنة وأثبت إنه لعيب كويس كفء ويستاهل يلعب ويلبس فانلة النادي الأهلي. ممكن ترد عليا بالعقل والمنطق وتقول لي 1 2 3 فين اللاعب اللي جه الأهلي من 3-4 سنين وأثبت إنه يستحق إنه يلعب في النادي الأهلي؟ إما حاجة من الاثنين: إما النادي الأهلي بيستخسر يدفع، وإما إن النادي الأهلي بيستهتر بالجمهور ومش عايز يجيب لعيب. النادي الأهلي بقاله أكتر من 3 سنين ما جابش لعيب. آخر لعيب جه النادي الأهلي وأثبت إنه لعيب يحترم هو علي معلول وقفشه. بعد كده ما أعتقدش إن في لعيب جه النادي الأهلي يستحق إنه يلعب بيلبس فانلة الأهلي. اللعيبة الموجودة حاليا دي 60% منهم ما يستحقش يلعب في النادي الأهلي وما ينفعش يلبس فانلة النادي الأهلي للأسف، ولكن الظروف كانت مساعدة النادي الأهلي إنه يلعب. بقى النادي الأهلي بقاله 2 سنين يا كابتن ما خدش بطولة، 2 سنين ما خدش بطولة الدوري، 2 سنين متواليين. لأول مرة في التاريخ النادي الأهلي يفقد بطولة الدوري 2 سنين متتاليين. ما حصلتش في عهد أي رئيس نادي غير في عهد كابتن محمود الخطيب. ولو إنه ده حصل لأنه ما عرفش يجيب صفقة كويسة، ما قدرش يجيب صفقة كويسة لحد دلوقتي. مش عارف يجيب صفقة كويسة. في الوقت نفسه النادي المنافس بيعرف يجيب صفقات كويسة رغم انه عنده فترتين عدم قيد. ما كانش عارف يجيب لعيبة، ورغم كده خد فيهم الدوري. مش لان الزمالك كويس، الزمالك كان وحش جدا وسيء جدا، ولكن الاهلي وحش جدا وجايب لعيبة ما تستحقش تلعب في النادي الاهلي. فكان ده النتيجة وده الشيء الطبيعي. ما اقدرش اقيم على مباراة او 2 لعبهم النادي الاهلي. احنا بنحاسب على اجمالي يا كابتن، والاجمالي بيقول ان الادارة فاشلة. الادارة فشلت 2 سنين وكان يجب ان يترك كرسي لغيره يقدر يدير. حسن حمدي كان بيقدر يدير، غيره كان بيقدر يدير، مش عايزين نقول اسماء. ولكن النادي الاهلي الان حتى الحكام واتحاد الكرة بيقول اللي هو عايزه، بينفذ اللي هو عايزه إجباري على النادي الأهلي لسبب واحد: لأن النادي الأهلي أصبح رئيسه ملطشة، ملهوش كلمة، ملهوش خرباش، ما بيقدرش ياخد قرار، ما بيردش. فما نقدرش نلوم على حد غير نفسنا. ما فيش مؤامرة كونية، ولكن النادي الأهلي ينقصه إدارة ناضجة، إدارة تستطيع تجيب أي لاعب النادي الأهلي عايزه أيا كان ثمنه. النادي الأهلي مش صغير، النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا والشرق الأوسط، النادي الأهلي أغنى نادي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. ما ينفعش يبقى هو ده النادي الأهلي. قول لي أنت جبت لاعب مين نقدر نقول عليه لاعب واو؟ مفيش. للأسف في استهتار بالنادي الأهلي وجماهيره، في استخفاف، في عدم دفع. انا بخش لي ملايين ومش عايز ادفع ولا مليم. للاسف هناك مؤامره كونيه، ولكن من اداره الاهلي على الاهلي وليس العكس يا كابتن.